فتبوأ في المخلصين مكانا في ظلال الكريم رحبا فسيحا. ليلى المريضة بالعراق كتبت سنة 1998 ونشرت في جريدة الأهرام وفي جريدة الأهالي في 21/9/2000. ليلى المريضة بالعراق. يقولون ليلى بالعراق مريضة فقلبي جريح عندها وكسير. كفى شجنا أن العراق مكبل رهين بأغلال الهموم أسير. تحف به الأنواء من كل جانب ويغشاه ليل بالشقاء مرير. فوا حزنا لو ينفع الحزن والأسى وتشفى من الهم الثقيل صدور. أيهلك أبناء هناك وإخوة وليس لهم في النائبات نصير. أتفنى ذراريهم وتشقى نساؤهم ونحن قعود ها هنا وحضور. معاذ إخاء بيننا وأواصر غدتها أصول بالهوى وجذور. دم الود والقربى وإن كان ظالما عزيز علينا سفكه وعسير. فمن مبلغ عني الرئيس رسالة يجيش بها في المخلصين ضمير. مبارك قد أعطيت رأيا وفطنة فأنت عليم بالأمور بصير. وأولاك رب العالمين مكانة تطالعها شمس الضحى وتشير. فمد يدا مصرية عربية لها نسب في الأكرمين شهير. وكفكف جراحات النفوس بحكمة تشق غابات الدجى وتنير. فمثلك من يعطي المروءة حقها ويدفع صرف الدهر حين يغير. وأنت خليق بالمكارم والعلا وبالباقيات الصالحات جدير. أهيم في شوارع المدينة القديمة كتبت. فتبوأ في المخلصين مكانا في ظلال الكريم رحبا فسيحا.